السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والبداية بالعناوين. تلمسان تسمم 4 أشخاص بالغاز ببلدية شيطوان. تبسة وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور ببئر العاتر. بسكرة سقوط رجل داخل بئر جاف بالحاجب. الحبس لسارق الحواسيب المحمولة بشركة للبناء ببوشاوي. تلمسان تسمم 4 أشخاص بالغاز ببلدية شيطوان. تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس إثر حادث تسمم بالغاز بالمكان المسمى عين الدفلة ببلدية شيطوان في ولاية تلمسان. خلف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم ما بين 24 و70 سنة، ليتم تقديم لهم الإسعافات الأولية بعين المكان. تبسة وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور ببئر العاتر. لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين اليوم الأربعاء إثر حادث مرور ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة. وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 6:25 من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى طريق بتيتا بلدية ودائرة بئر العاتر. وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 41 سنة وإصابة 2 آخرين بجروح مختلفة يبلغان من العمر 18 سنة و35 سنة، ليتم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي، فيما تم نقل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث. بسكرة سقوط رجل داخل بئر جاف بالحاجب. تدخلت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ رجل انهيار بئر جاف بالمنطقة الفلاحية حاسي زراري بلدية الحاجب ولاية بسكرة. وحسب ذات المصالح عملية الإنقاذ تمت منتصف النهار اليوم بمنطقة الفلاحية حاسي زراري، وذلك إثر سقوط رجل دخل بئر جاف بدون ماء عمقه 20 متر بعد انهياره. الحبس لسارق الحواسيب المحمولة بشركة للبناء ببوشاوي. أمر قاضي محكمة الجنح بالشراقة بإيداع شاب في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة بعد سرقته حواسيب محمولة بشركة أجنبية خاصة بالبناء ببوشاوي. الأخير، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من الأخبار. تابعونا.